اهلا بيكم في قهوة النجوم. لو دي اول مرة تزور القناة ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد من القناة، وما تنساش تقول لنا رأيك. نعدي لو سمحت. ممكن هيخش. أخذنا صور كله تمام؟ لا اتفضل استاذ. بس تروح حضرتك اتفضل روتانا. مبسوطة جدا جدا انها وجهت لي دعوة، ودي حاجة تشرفني. انا من عشاقها في الوطن العربي. مبسوطة جدا جدا كمان ان الالبوم ده فعلا هو حالة خاصة جدا، لان ما شفناش في البوم انك ممكن تحبي 5 6 7 اغاني. حبيتي حاجه معينه اكتر من الدنيا ولا لا؟ كتير قوي بس مش هقول. مش ينفع هو يصور بعد. في ايه مش هديني كده بس مفيش حاجه. انا لسه مجمع سؤال ده هقول لك تاني. انا بجهز قوي اختار الاختيارات ويبقى عندي عدد كويس ببتدي اختار، وبعدين بعد شويه بيبتدي يحصل في اعمال تانيه مع مرضى الشغل بتظهر اعمال، فده اللي حصل احمد شغل على كل حاجه، على الجواب، على النجوم، على الفلوس. اول حاجه عملت ستوري لا بترجع عيالة انا غمزي حبيبه قلبي واجمل الاصوات في مصر، فطبعا من كل قلبي جايه اقول لها الف مبروك. وانا سمعت الالبوم والاغاني كلها اتجنن وفعلا جديد ومختلف، وانا بس بلاش نور. شكلها ازاي؟ يعني مثلا في تنوع من الادبي كويس. على كل حاجه، على الجواب، على النجوم، على الفلوس. اول حاجه عملت ستوري لا بترجع عيالة ما عنديش كلام يمكن اقوله اكتر من ان انا فرحانه ومبسوطه بالحب اللي انا شايفاه النهارده، مبسوطه بكل حد قال لي مبروك على كل حاجه. وعايزه اقول حاجه كمان، انه الناس الجداد اللي انا بتعامل معاهم من ملحنين او من شعراء او من موزعين موسيقيين او اي حد جديد، حتى اللي بيصور لي صوره وهو لسه في بدايه حياته هو مش عارف هو بيعمل فيا ايه، هو بيديني يمكن روح تطول في عمري، بيديني من شبابه اللي بيخلي شكلي انا كمان روحي شباب. فانا الناس دي محظوظه بيهم، محظوظه بالشباب اللي بتعامل معاهم، محظوظه بحبهم ليا، محظوظه بانهم بيفكروا فيا وبيحلموا انهم يشتغلوا معايا. ده شيء بيسعدني جدا، وعايزه اقول لهم ميرسي انه فعلا انتوا بتجددوا في روحي وبتجددوا في شبابي وبتجددوا في عمري
بتكبروا رصيدي وانا بكبر بيكم. بس مش عايزه ارغي اكتر من كده، عايزه استمتع بيكم وعايزه تستمتعوا بالحفله، ومتشكره جدا ليكم كلكم. عايزه اقول كلمه للفنان الهندي، عايزه اقول لك شكرا على حضورك النهارده وشكرا على اهتمامك. عايزه اشكر توني سمعان على الكلمه الحلوه اللي كتبها، شكرا لغتك الراقيه الرائعه، انا اتشرفت بكل كلمه سمعتها النهارده. عايزه اشكر عادل جمال النهارده ميرسي. عادل هو اللي صمم الكفر بتاع الالبوم، وهو النهارده له يد كبيره جدا في اللي حصل في الحفله. عايزه اشكر رندا رياض مديره اعمالي. يعني واخيرا وبرده الحاله بقى حالتي انا الخاصه جدا، عايزه اشكر حبيبي وجوزي احمد منير، ميرسي على كل حاجه، ميرسي على وقفتك جنبي، وميرسي على دعمك الشخصي الانساني ليا، وميرسي على كل حاجه اتحملتها بسببي، شكرا. بس وشغلانه عايزه ابوسها لانه انا دايما متشرفه بوجود شغلانه اعلاميه محترمه وكبيره الاحتفال، ودايما معايا مشاهده على الموبايل. انا سمعت النجمه الكبيره الهام شاهين كانت عم تحكي برا للكاميرا، عم تقول نحن بنفتخر فيها قوي، نحن بمصر بنحبها، يعني حسيت بالفخر الكبير حتى وانت بالزينه عم تعطي مقابله، يعني مش على مسرح واضواء وهيك، لا، وهيدا بنشعره نحن، وهيدا اللي قلته لما شفت النجمه الكبيره كمان يسرا جاي من اول الناس اللي موجوده، ويعني بكل حب، كل الناس اللي اليوم اجوا كلهم بكل حب. ده اللي انا بتكلم عليه، الحب ده اللي هو محدش يشتريه، اللي هو بيبقى رزق من عند ربنا. فانا محظوظه بيكم ومرزقه بحبكم، وانا مبسوطه جدا النهارده كلكم، يعني طبعا كل الكبار والنجمات مش عارفه اقول ايه، يعني انا القاعه فيها الهام ويسرى، يعني حاجه قمرين قاعدين، ربنا يحفظهم ويحيي الكيمياء والمصر، قمر مصر كلها. انا شخصيا كل الناس اللي حضرت النهارده يعني شكرا. الف مبروك، نحن مفتخرين بمسيرتي. عايزه اقول اسامي لان كمان في زينب وفي ريم البارودي وفي ندى القمرايه الاعلاميه الناجحه جدا، في ناس كتير، في كارمن سليمان وصلت دي حبيبه قلبي كمان، في بقى خالد سليم، وفي شرقوبي، وفي هيثم شاكر اللي انا بحب جدا، وتامر عاشور اللي اول مره بيلحن وناجح ومكسر الدنيا وما شاء الله. يعني ارجوكم ما تقولش ما تزعلش مني، بس انا كلكم انا محظوظه بيكم فعلا. ميرسي على حضوركم جدا جدا، شكرا. شكرا لكل المبدعين الملحنين الشعراء الموسيقيين، قادة الفرقة الموسيقية كمان مايسترو وليد فايد، مايسترو هادي فرحات، كل الموسيقيين ملحنين كتاب، يعني مصر كلها مبدعين، يعني بدنا نعدي 90 مليون. اهلا وسهلا بالجميع، ونحن كثير سعيدين انه مصر عم تستقبلنا بهيدا الحب وهيدا اللقاء اللي دائما لازم. خدي أنا آخر معاد بالندى، آخر يوم أنا عشته، ومن يومها الحياة وقفات، وآخر مرة فيها ضحكت. مفاجأة لكل فانس أنغام، النهاردة جات لي انفيتيشن لحفلة توقيع ألبوم النهارده ولا من حالة خاصة جدا، هي جالي من الأسبوع بصراحة، بس أنا كنتش عايزة أحرق المفاجأة. بصوا بقى لقيت معايا مين؟ هلو. انا كمان جات لي
ليكو. مبروك يا نخومه، ويا رب دايما كده مكسره الدنيا يا رب. مبروك مطربة مصر الأولى، مطربة الإحساس والحب والرقي. مبروك يا ست العرايس يا زعيم. مبروك يا ست العرايس وست البنات كلهم، يا رب دايما مكسره الدنيا. وحاله خاصه كده مبروك يا احمد، يا رب كده عقبال النوني بقى عشان نخلص ليلتنا ونقطع الشكل بالتفاصيل. رندا